اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه شيوات ديال مود. كنتمنى كما العاده دائما تكونوا في صحه جيده وفي احوال طيبه وانتم دائما كتابعوني. نزولا عن طلبكم كيف طلبتوها مني حريشات الكنافه اللي كيجيو صراحه من ألذ ما يمكن انك تحضري. كيجيو ساهلين سريعين التحضير وكيجيو بواحد المذاق اللي رائع جدا بالحشوه ديال الزيتون مع الزعتر. صراحه يعني هاد الحريشات كي جربتهم نالوا اعجابي حتى نتوما ان شاء الله غادي تجربوهم، وانا متاكده غادي ينالوا اعجابك. يعني بوصفه اقتصاديه بطريقه اللي جد مبسطه كيف دائما متعودين في الوصفات اللي كنشاركها معكم. نتمنى تشاهدوا الوصفه وتنال اعجابكم وتنال استحسانكم، وكنتمنى ما تبخلوش بالتفاعل ديالكم والتشجيع ديالكم. لا يجزيكم بخير على بركه الله. بالنسبه لهاد الوصفه او هاد العجينه ديال هاد الحريشات اللي غادي نشاركها معكم، غادي نديرو فيهم 2 كيسان ديال السميده رقيقه، كنضيف عليهم واحد الشيه ديال الفاني و قبيصه ديال الملحه هكا على حسب الذوق، واحد الملعقه ديال العسل. ممكن العسل تعوضوه بالسكر، سند لكم الاختيار. مي بالعسل كيجيو فتيين وكيجيو لذاذ بزاف بزاف احسن من السكر، ولكم الاختيار. هنايا غادي نضيفو كذلك واحد نص كاس اللي خلطو، يعني اللي مخلط ما بين الزيت والزبده، نص كاس فقط، بار كاس ديال العنبه. كنتو غادي تضعفوا المكونات، راه غادي تضعفوا المكونات كامله. فغادي نبسسو هاد المكونات مزيان. بالنسبه للزبده ممكن ديروا غير الزيت فقط، ولكن يعني ملي كنمججو الزبده والزيت كيجيونا الحريشات يعني بواحد الهشاشه، كيجيو مرملين وكيجيو يعني فتيين بزاف. فضفت واحد الساشيه ديال الخميره ديال الحلوه ما تنساوهاش، وغادي نبسسو هاد المكونات مزيان مع بعضياتها. عاد غادي ندوزو غادي نجمعو الخليط ديالنا بالحليب اللي كيكون دافي. ممكن حتى انكم تخلطوا الحليب مع الماء، كما ممكن ايضا غير تجمعوا بالماء، ولكن بالماء بالحليب كيجيو افضل. دائما كما غادي تلاحظوا انني كنعطيكم بعض الاقتراحات اللي ممكن انكم تعوضوا بها بعض المكونات بمكونات اخرى، ولكن دائما كنرجع نقول من الافضل انكم تجربوا الوصفه كما جربتها، لاني كي كنجرب اي وصفه بالطريقه وبالوصفه اللي انا جربها بها يعني كنعطيكم النتيجه. يعني بعض المكونات واخا يعني راه ممكن انكم تجربوها بهم، ولكن لتفادي اي مشكل وباش يعني تحصلوا على نتيجه اللي كما انا دائما كنشارك معكم النتيجه النهائيه، فمن الاحسن انكم تجربوا الوصفه بالطريقه وبالمكونات اللي انا مجربها بهم واللي شاركت معكم فيها النتيجه النهائيه. هنايا جمعت العجينه او يعني السميده كما بسسناها، تقريبا كاس ديال الحليب، كاس كبير ديال الحليب دافي، ممكن اقل كما ممكن اكثر. فالخليط ديالنا كما لاحظتوا معايا في الاول راه كيجينا رخو، ولكن كي كنخليوه يعني واحد 5 دقائق كيتشرب لينا وكندوزو. كيكون من السهل اننا نشكلوه. ودائما الحريشات اي نوع ديال الحريشات ملي كتضيفوا اي سوائل اللي كتبغيو تجمعوها بهم ما تبالغوش فيها، يعني فيها بالخلط. دائما فقط الخلط برؤوس الاصابع، وكنخليو يعني الخليط ديالنا يتشرب لينا او يرتاح لينا واحد المده. هنايا كيخليت تقريبا واحد المده ديال 3 دقائق 4 دقائق تشربات، راه بصراحه كتشرب لينا السميده. كندوزو كنشكلو منها كويرات وكنديرو في وسط ديالهم هكا. كان عندي الزيتون اللي طحنته مع شويه ديال الزعتر. ممكن تديروا الجبن، لكم الاختيار، يعني كتبقى الحشوه على حسب الاختيار وعلى حسب اللي متوفر عندكم. حتى الا ما بغيتوش لا زيتون ولا فرماج ممكن تحضروهم بدون اي اضافه او بدون اي حشوه. فكي شكلناهم يعني كي خدينا من الخليط ديالنا كويره، يعني كيبقى الحجم على حسب الاختيار ديالكم. انا هنا استعملت غير هاد البواطه، يعني هاد الغطاء ديال البواطه. ممكن ديروا السيركل اللي كيكون خاص بالحريشات. فكنشكلوا الحريشات ديالنا وكنوضعوهم هكا بهذه الطريقه كيف فندناهم مزيان في الكنافه اللي من الاول. يعني الكنافه دائما كنقطعوها ونخليوها هكا خيوط رقيقه، ما تكونش يعني كما هي في الاول. ضروري اننا نفرشتوها مزيان،
ممكن تقطعوها يعني بالمقص ولا غير تفردوها بيديكم. غادي نستمر بنفس الطريقه، كنشكلوا كويرات ومن بعد كندير شويه ديال الحشوه ديال الزيتون اللي كيجيب نسم هكا بالزعتر، كنديرو في الوسط ديالهم وكنعاود نشكلوا هكا كويرات بين يدينا وكنوضعوهم هكا في الكنافه، وكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. كنضغطي عليهم هكا في الغطاء باش كياخذ لينا هكا هذا الشكل، وكنوضعوا في المقلاة اللي فاش غادي نطيبوهم. غادي نستمر حتى غادي نكمل هذه الكميه اللي عندنا. كما قلت لكم راه الحشوه كتبقى اختيار، ممكن ديروا اي حشوه كما ممكن ايضا حتى ما ديروهاش، لكم الاختيار. فهنايا كي كملت الكميه اللي عندي، هذا هو العدد اللي عطات لينا اللي عطانا هذا الخليط. كنديروا المقلاة ديالنا فوق النار. في الاول كنديروا العافيه متوسطه، ومن بعد ملي كيبانوا لي يعني بانوا لينا يعني كيجيو يتذهبوا اللون ديالهم، كنقصوا العافيه ونخليو العافيه مهيله باش كيطيبوا لينا ويعطيهم الوقت باش كيتحمروا. مره هكا كنضغط عليهم وغادي نقلبوهم لجهه اخرى هكا، يعني كنبقى نقلبوا فيهم حتى كياخذوا لينا اللون اللي حنا باغيين اننا يعني يجيونا بهم. انا كما كتشوفوا معايا كنبقى نقلبوا دائما اللي كيكونوا في الجوانب، كنردوهم للوسط باش يكون واحد الطياب يعني موحد. غادي نستمر نبقى نقلب فيهم مره حتى كياخذ لي اللون، يعني حتى كيتحمروا لينا بهذه الطريقه كما غادي تلاحظوا. ودائما كما قلت لكم من المقلاة في الاول كنديروا عافيه شويه هكا متوسطه ولا كاع اكثر من المتوسط، من بعد كنردوها مهيله وكنخليو الحريشات ديالنا يطيبوا لينا على المهل باش كيطيبوا لينا من داخل. وهنايا الحريشات ديالنا كي طيبتهم كما كتشوفوا معايا، صدقوني كيجيو من ألذ ما يمكن انكم تشربوا. صراحه بالكنافه كيعطيوهم واحد القرمشه احسن من اننا نديروهم في السميده. ونبغيكم كاملين تجربوهم بهذه الطريقه اللي شاركتها معكم، راه النتيجه اللي ان شاء الله غادي تعجبكم. كيجيو من ألذ ما يمكن، والاهم كيتحضروا بكل سهوله، سريعين التحضير، ما كياخذوش الوقت لا في التحضير ديالهم ولا حتى في الطياب ديالهم. بسرعه كيتحمروا لان درنا فيهم العسل، يعني كياخذوا اللون يعني بسرعه. داكشي علاش قلت لكم طيبوهم على عافيه اللي كتكون مهيله. انا غادي نقسم لكم شي وحيده، شوفوا معايا كي كتجينا الحشوه ديال الزيتون هكا من الداخل. كما قلت لكم ممكن ديروا الجبن، كما ممكن ديروا اي حشوه اللي كتبقى اختياريه. ان شاء الله تجربوهم بالوصفه اللي شاركتها معكم، وصفه كما تبعتوا معايا اقتصاديه، مكونات متوفرين في كل بيت، ساهلين سريعين التحضير، والنتيجه حريشات اللي كيجيو لذاذ بزاف بزاف بزاف. انا متاكده الا جربتوهم غادي توليو مدمنين عليهم. كنتمنى وكما العاده دائما لا يجزيكم بخير. الا عجبتكم الوصفه ونالت استحسانكم، كنتمنى ما تبخلوش لنا بالتفاعل ديالكم والتشجيعات ديالكم. نتمنى تعاونوا معايا بالبارطاج مع احبابكم واصدقائكم وعلى صفحات ديالكم على مواقع التواصل الاجتماعي. وان شاء الله دائما اي سؤال دائما طرحوه عليا في التعليقات، ولا ممكن تواصلوا معايا في احدى الروابط اللي كنخليها لكم في صندوق الوصف. فامان الله وحفظه، ولا تنسوا اني احبكم في الله.